السوداني، أهلا بمقدمك الكريم سيدي في مدينة بلد الصمود والتضحية والفداء، فأهلا وسهلا بمقدمك الكريم. أهلا وسهلا بمقدمك الكريم، وأنت تشارك أبناء مدينة بلد الذكرى 11 لفك حصار مدينة بلد وتحرير محيطها ب1000 شهيد. نقف إجلالا للاستماع للنشيد الوطني العراقي وقراءة سورة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء العراق العظيم. خير ما نستهل به حفلنا هذا هو آي من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا السيد مصطفى الحسني قارئ القرآن ومؤذن العتبة العسكرية، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به،
وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم. النور والإيمان في قلب من صلى على محمد وآل محمد. طيب الله أنفاسك سيد مصطفى الحسني. من عبق التاريخ وحاضرنا نقابة الفنانين العراقيين تقدم أوبريت خالدون، تأليف وإخراج الفنان ماجد درندش، أداء نخبة من فناني العراق طه المشهداني وآن خالد، ومتحدثكم الفنان مازن محمد مصطفى. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. تعالوا جميعكم، تعالوا بكل طوائفكم ومعتقداتكم وألوانكم، تعالوا بما تفكرون وتؤمنون، تعالوا نمسح من ذاكرة التاريخ صفحات ملطخة بالدم. اجتمعنا في يومنا هذا، يوم الصمود، يوم النصر، يوم الذين وقفوا ساترا صلدا بوجه الأراذل الجبناء، قادة الإرهاب والسكين والذبح والموت. وقفتم بوجه الموت كي تحيا المدينة بالحب وبالنصر والسلام. ها يا بلدنا، ها يا بلدنا، ها يا بلدنا، نفديها هاي الروح، نفديها دمنا. ها يا بلدنا، بلدنا تبقى بخير رغم الجرى وصار، رغم الجرى وصار. بها أسد ضرغام منها بالأشرار، منها بالأشرار. بلدنا رفعت راسنا، شامخ يظلن براسنا. بلدنا رفعت راسنا، شامخ يظلن براسنا. وهي التلمنا بلدنا أمنا، وهي التلمنا بلدنا أمنا. أنا تموز، أنا عشتار. من أجل عشتار ألقيتني في العالم السفلي. من أجل تموز ترجيت الآلهة، كي لا تموت المحبة فينا، وكي لا يذبل الود اخترت أن أختفي، كي تحيا عشتار. لولاك يا تموز لمات الحب وتفتتت قلوب العاشقين. أصير رمادا ولا أحد يمسك بسوء. هذه البلاد متجذرة في الأعماق حتى الموت، داهمها الخريف العاتي فاصفرت، وعشقها الربيع الدافئ فاخضرت.
وبقينا نحن نعانقها، ولن يفرقنا عنها إلا الموت. فقط تعالوا نجلس مع بعضنا البعض بمحبة نتحاور، وندخل في جدلية تؤدي بنا إلى النور، تؤدي بنا إلى فيض معرفي كي ندرك الحقيقة. تعالوا يا أحبتي في الخلق وإخوتي في الخلود، هذه البلاد متجذرة في الأعماق حتى الموت، حتى الموت، حتى الموت. أنا عندي شرف هاي المدينة يما، أنا عندي شرف هاي المدينة، ولو نطيت الروح لجل عيونها صدق قليلة، ولو نطيت الروح لجل عيونها صدق قليلة، شما قدم لها قليل بروحي أبديها قليل، ويا كل علة تظل روحي عليلة. أنا عندي شرف هاي المدينة. في رأسي جسر الملك، أعرف ذلك. وسرير الملك، أعرف ذلك. وأحذية الأعداء. أعرف أنك لن تفلت من هذا العالم إلا بالموت. لكنك تعرف شيئا آخر غير الموت. نعم، حلوى في أفواه الأطفال الفقراء، فلنقفز من نافذة هذا العالم مسحورين. نلتقط الكلمات المملوءة شعرا. فاكهة للقرن 21، للقرن 21، للقرن 21. نعم، نحن وأنتم مختلفون، فدعوا المحبة تجمعنا، توحدنا نحو مستقبل آمن. كونوا كعشتار في الود، كونوا كتموز في التضحيات، كتموز في التضحيات. تموز. نعم يا عشتار. أشم فيك رائحة زرع وبذرة طيبة، وأشم فيك رائحة أرض عفراء ينبت فيها الجميل ويثمر. يا روح الروح، سيظل حبك خالدا في قلبي وفي التاريخ. أنت تضحية، وأنت بقاء، وأنت موطني الآمن، أنت موطني الآمن. أنا أعلم التاريخ المعاصر، أعترف لكم بأن المحبة خلود، الأمان والسلام خلود، التربة خلقت للجميع، والجميع منها وإليها عائدون. ما فكر أجدادكم بأن يكونوا تابعين أذلة، وما تزاحموا ليكسبوا عطفا من هذا وذاك، بل تزاحموا ليكونوا في الصفوف الأولى. أجدادكم نسل الكلمة، أجدادكم نسل الكلمة. لا والله ما خذلتم تاريخكم، ولا خذلتم أجدادكم، ولم تتركوا للشامتين فرصة. أنتم ثمرة طيبة،
جذرها سومر وآشور وبابل. تفوقتم علينا بالمحبة، تفوقتم علينا بالصمود والصبر. ما مر يوم إلا وذكراكم فيه. خالدون أنتم. هنا نسل الحضارات، نسل المجد، نسل آل البيت. من أجل بلد كونوا وطنا من المحبة. من أجل 1000 شهيد وشهيد كونوا واحدا، فأنتم أولاد واحد. من أجل عراق آمن كنتم رمزا للتضحية والصمود. بلد لا تموت مع السنين، بلد بذرة الصدق المؤسس لليقين. بلد اليقين، بلد اليقين، بلد اليقين. دم المنحر للحق كبر، بلد رفعت راية حيدر. لا ما ننسى ولا ننساكم، يا ضحيتوا في ضد ماكو. هاي الذكرى نظل نحييها، ذاك اليوم اللي نلقاكم. حق دمكم لا ما ناسينا، بيعشنا احنا وعايش بينا. يا ضحيت وش ما ضحينا، الكم لا ما بنوفينا، الكم لا ما بنوفينا. لا ما ننسى ولا ننساكم، يا ضحيتوا في ضد ماكو. هاي الذكرى نظل نحييها، ذاك اليوم اللي نلقاكم. دم المنحر للحق كبر. بلد بذرة الصدق المؤسس لليقين. بلد اليقين، بلد اليقين، بلد اليقين. عهد بدمنا وعاهدناكم، ذمة وديانين تظل ذكراكم. بالأغلى وبالأنفس جبتوا، شو نقدم ما وفيناكم. يا الوفا يا الهاي الكبيرة، كبيرة وبيكم تبقى كبيرة. أهل النخوة وأهل الغيرة، يا سيرتكم أشرف سيرة، يا سيرتكم أشرف سيرة. نتعلمها ونعلمها، والجيل الجيل نفهمها. بلد الصخرة عليها تحطمت، دولة داعش وننظمها. دم المنحر للحق كبر. من أجل 1000 شهيد وشهيد كونوا واحدا، فأنتم أولاد واحد.
كي لا ننسى ضحى بنفسه وعافه لو بيته وساندنا، دم اخوتنا ودم قادتنا بيه النصر يتحقق عدنا. صناع النصر نسميها وقفتهم بيش نجازيها، مو بس نص ونسوي عليها، كل ساحة شرف نخليها، كل ساحة شرف نخليها، وبكل قمة نكتب اسمه ما وفينا نضحى بدمه، ونرددها ونمجدها ونخلدها لهاي الكلمة. دم المنحر للحق كبر، من أجل عراق آمن كنتم رمزا للتضحية والصمود. كلمة أهالي بلد يلقيها على أسماعنا ابن بلد البار المهندس محمد كريم البلداوي عضو مجلس النواب، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة السيد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد الشاه السوداني المحترم، أصحاب المعالي والسيادة، الرجال الأشداء البواسل من قادتنا في قواتنا الأمنية وحشدنا الشعبي المقدس، الحضور الكريم، مشايخنا الأعزاء، أصحاب الفضيلة، كل من حضر وشرفنا بهذا المقام الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا من أرض بلد الصمود والتضحية والفداء، مدينة السيد محمد بن الإمام علي الهادي عليه السلام، مدينة الشهداء، أولاد واحد. ضيوفنا الكرام، حللتم أهلا ووطأتم سهلا، فقد وطأتم أرضا تقدست وبانت قدسيتها في ذلك المقام الكريم بوجود الإمام الهمام ابن الأئمة الأطهار السيد محمد بن علي الهادي عليهما السلام، وتقدست بدماء الشهداء، هذه الدماء الطاهرة الزكية. نعم، إنها بلد، إنها بنت العراق، العلوية بنت السيد، الكريمة بنت الكرام، مدينة بلد التي كتبت اسمها في عمق التاريخ، حاضرها يتكلم عن ماضيها ويستشرف مستقبلها بهذا الحضور الكريم. دولة السيد رئيس الوزراء ابن الشهداء يحل ضيفا كريما عزيزا مع اخوته الضيوف الكرام في مدينة الشهداء اليوم بوجودكم، فإنكم تعبرون عن تلك الدولة الكريمة التي يرنو إليها كل مواطن، حيث الدولة التي تحترم الشهادة وتحترم المواقف
وتحترم البطولة وتحترم الدماء. يتكلم الماضي بشواهد موجودة وحاضرة، فهي تلال حربة وتل بقزاز وتل الأحمر، وفيها مقدسات الإسلام، حيث كان وجود هذه المقدسات متمثلا في المرقد الطاهر للسيد محمد بن الإمام علي الهادي، ومقام الحسن، ومقام آمنة بنت الحسن، وكل الأولياء والصالحين. بلد التي كانت قصة صمودها يصدح بالانتصار، فكانت هي البوابة لفتح قريب عظيم تحقق على أيدي أبطال قواتنا الأمنية وحشدنا المقدس وفصائل المقاومة الإسلامية وأبناء العشائر ورجال الرجال من وقف. أننا اليوم لا نقيم هذا المهرجان فقط لنقدم فيه الفعاليات، بل نستذكر عظم التضحيات والدماء، لا سيما تلك التضحيات العظيمة لقادتنا قادة النصر الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم من أجل عزة هذه المقدسات والدفاع عن الأرض. بلد التي تحطمت على جدرانها أحلام داعش الإرهابي، وكانت هي نقطة الانطلاق لتحرير باقي مناطق شمال المحافظة. كتبت تاريخها بدماء 1000 شهيد وشهيد. نعم، الكل يتفاخر بمن كتب 1000 ليلة وليلة ويروون القصص، ولكن هيهات هيهات أن تكون لهذه القصص وجود بوجود تلك القصص العظيمة التي قدمها أبناء العراق عندما جرى نهر الدماء من جنوب العراق من أقصاه حتى وصل أقصاه. نعم، أنه التاريخ وذلك المداد، أبناء الجنوب وأبناء الوسط وبغداد وباقي المناطق الصامدة، بلد الصمود ودجيل الشجاعة والبطولة وسواتر الضلوعية وآمرلي والطوز والحاتمية والبفدعوس، وكل تلك المدن التي وقفت وصمدت ودافعت بعشائرها برجالها بدمائها بتضحياتها. أنا اليوم أقولها بصدق أن الدولة اليوم بحضور رأسها وقائدها السيد محمد الشياع السوداني، أنما حضوره ليس فقط لإعلان مرحلة جديدة من البناء والإعمار، وإنما أساسها أنها كانت وفية لدماء الشهداء ولتضحياتهم العظيمة. اليوم نستذكر تلك الدماء العظيمة وتلك التضحيات بهذا الموقف المشرف، فهنيئا لأهلنا وعوائلنا الكريمة من عوائل الشهداء، أنهم قرة الأعين وهم فخرنا وعزنا وهم شرفنا. هذه الدماء لن تنسى، بل هي التي كتبت التاريخ. نعم، نحن من يكتب التاريخ، لن نسمح لهذا التاريخ أن يحرف أو أن تسرق هذه البطولات وهذه الانتصارات وهذه الإنجازات. اليوم وبحضور دولة رئيس الوزراء الذي أتى حاضراً بروحه وبجسده مع أبناء الشهداء ليعبر لهم عن مقدار امتنان الدولة لهذه التضحيات وهذه الدماء، ويبدأ مرحلة جديدة من الإعمار والازدهار إن شاء الله. بعد هذا الاحتفال الكريم وبهذا الحضور المبارك وبهذا الجمع المبارك، سيعلن دولته عن افتتاح مجموعة من المشاريع. أتى متكرما، ونحن اليوم باسم شعب بلد وباسم عوائل الشهداء وتلك التضحيات وتلك الدماء نقدم شكرنا لدولته الكريمة وإلى السادة الوزراء والمسؤولين وأصحاب الفضيلة. نقدم شكرنا إلى عوائل الشهداء الأعزة الكرام، ونقدم شكرنا وتقديرنا إلى أبناء حشدنا المقدس وفصائل المقاومة الإسلامية وقواتنا الأمنية بمختلف صنوفها، وإلى عشائرنا الكريمة، وإلى كل من وقف وسجل ذلك الموقف الكريم في الدفاع عن أرض العراق ومقدساته وأمنه وسيادته. واليوم العراق يعيش إن شاء الله مرحلة الازدهار والنمو، ومرحلة يكون فيها هذا البلد كريما عزيزا بخروج كل القوات التي كانت موجودة على أرضه لنعلن سيادتنا الكاملة على أرض العراق. كل الشكر والتقدير لحضوركم المبارك والكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخوتي الأعزاء، يطيب لي وأتشرف أن أكون من يقدم دولة السيد رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني رجل الإعمار ورجل المرحلة، لنعلن اليوم مرحلة جديدة من البناء والإعمار والازدهار بهذا الحضور المبارك، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعله الله إلا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. الحضور الكريم، أهالي بلد الأوفياء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مثل هذه الأيام من عام 2014 بزغت بشائر النصر من هذه الأرض المباركة، وبدأت عصابات الإجرام والتكفير تتذوق مرارة الهزيمة تلو الأخرى، وبدأ العالم كله يشهد تسابق العراقيين بلا حدود من أجل الوفاء للأرض وتطهيرها من دنس الغرباء والجريمة. في مثل هذه الأيام كان هناك جمع من رجال العراق، منهم من ارتقى شهيدا، ومنهم من روى بجرحه أرض آبائه وأجداده، وضعوا أرواحهم ودماءهم رخيصة أمام نداء الوطن وأمام فتوى المرجعية المباركة، وتقاطروا من كل أنحاء العراق يتنافسون للوصول إلى خطوط التماس، ليس من أجل الموت، إنما حرصاً على منح الحياة الكريمة لكل العراقيين. لقد برز الانتصار الذي حققه العراقيون خلف قواتهم المسلحة بكل صنوفها وتشكيلاتها مثلما تبرز الشمس من الأفق، وصار علامة فارقة ودرساً بليغاً لكل من يفكر أن يعتدي على سيادة العراق أو أن يمس أمن العراق واستقراره. وصار حديث العالم أجمع كيف أن هذا الشعب وحد صفوفه وجمع مقدراته وانطلق يسترجع الأرض ويحرر الإنسان وينهي خرافة داعش. وحين ضرب الإرهاب حصاره على مدينة بلد، مدينة الشهداء والمضحين سابقاً وحاضراً، واجتاح مناطق كبيرة من محافظة صلاح الدين، لم تتراجع الهمة ولم تضعف العزيمة، وكانت بواكير النصر وكسر الحصار إيذاناً بأن في هذا البلد الآمن إرادة لا تقهر صممت على طرد الأفكار الإجرامية التي غذت التطرف واعتاشت على زرع التفرقة بين أبناء الشعب الواحد. ولولا تضحيات الشهداء ولولا دماءهم العزيزة ما كان للنصر أن يتحقق. فطوبى للأحياء عند ربهم يرزقون، والمجد لمن ارتقى منهم ملتحقا ومتأسيا بسيد الشهداء أبا عبد الله الحسين عليه السلام. الحضور الكريم، إن الانتصار الكبير الذي تحقق قد أضاف التزاما مضاعفا على كل من يتصدى للمسؤولية، وأوجب أن يتحقق
ما كان يرتجيه كل شهيد لأهله وشعبه، بلد تصان فيه كرامة المواطن ويحصل فيه أهلنا على مطالبهم وحقوقهم في الخدمات والإعمار والتنمية والبناء والإصلاح من أجل غد أفضل. وفي ظل هذه الاعتبارات انطلقت حكومتكم حكومة الخدمات من إدراك واقعي لحاجة البلاد إلى الخدمات والبناء والتنمية والإعمار في كل المجالات وفي كل الميادين بلا استثناء، وفق برنامج علمي سرعان ما ظهرت نتائجه الإيجابية، وسرعان ما لمس أهلنا الاستقرار والتعافي والنهوض الاقتصادي، وعادت الحياة تدب في آلاف المشاريع المتلكئة، بينما انطلقت المشاريع الاستراتيجية للبنى التحتية والتطوير تفتح آفاقاً معطلة ضاعت معها الكثير من الفرص. وفي هذا اليوم سوف نفتتح ونعلن الانطلاق عن مشاريع خدمية في قضاء بلد والدجين، ونتابع مشاريع متلكية بذل المخلصون في الحكومة المحلية والسادة النواب والوزارات المعنية جهوداً من أجل أن نصل إلى هذه اللحظة في إطلاق وتنفيذ هذه المشاريع. في ضوء هذا المتغير الواضح عادت الثقة الوطيدة بين المواطن والنظام السياسي والعملية السياسية، وهذا ما لمسناه من خلال المشاركة الفاعلة والواعية في الانتخابات النيابية لعام 2025. خرجنا من هذه الانتخابات بالمزيد من الثقة والمسؤولية التي وضعتها أصوات الناخبين على عاتقنا كي نستمر في مسيرة خدمة أهلنا، وهي الشرف الأكبر في وقت الاستقرار والنمو، مثلما كانت الشهادة والتضحية الشرف الأكبر حين احتاجها الوطن. حسناً فعلتم عندما حضر أبناؤنا من الطلبة والفتيان والفتيات لننقل لهم بأن ما سطره الشجعان من مآثر في حب الوطن يجب أن يكون واضح أمامهم، بأن من يعشق بلاده سيضحي من أجلها وسيعمل ليل نهار من أجل أن يعمها الخير ويعيش فيها أهلها آمنين كرماء ومرفوعي الرأس دائما. نثمن عاليا جهودكم المتواصلة، كل الفعاليات والعناوين المجتمعية والدينية في ترسيخ الأمن والاستقرار ودعم أبنائكم في الأجهزة الأمنية، كما نشيد بالروح الوطنية والحرص الشديد على الحفاظ على الأخوة والوحدة والتعايش السلمي. حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دولة رئيس الوزراء المهندس محمد الشاعي السوداني على كلمته القيمة. هذه المدينة تحررت بظلال الفتوى المباركة للجهاد الكفائي، وبعدها تحررت كل بقاع الأرض من براثن عصابات داعش الإرهابية الإجرامية. ولأننا نعيش اليوم أعيادا مباركة، فباسم دولة رئيس الوزراء المهندس محمد الشاعي السوداني وأهالي بلد نتقدم بأزكى آيات التهاني والتبريكات لإخواننا المسيحيين بأعياد المجيد المقدس، ختامها مسك إن شاء الله. انشودة سلام يا مهدي نسخة أهالي بلد، نتمنى لكم استماعا ممتعا.
الأبد مولانا أنصار حق في بلد مولانا مولانا من لنا أنت النصير وفي الكروب عند القطوب أنت المجير مولانا من لنا أنت النصير وفي الكروب عند الخطوب أنت المجير يا كاشف الكرب يا سيد النصر في السلم والحرب يا كاشف الكرب يا آية الصبر الفخر يا دافع الخطب لبيك يا مهدي يا صادق الوعد يا قائد الحشد لبيك يا مهدي شعارنا الدائم قائم من مهد للحد لبيك يا مهدي هنا يا ملاذنا غيبة صغرى وكبرى لك يا غائبنا هنا يا إمامنا بيتك وبيت عمك الذي ها هنا لنا كافل لنا ولنا نعم المحامي والأمين مأمنا دنا لنفوسنا وتدلى مصغاف القلب فينا مسكنا هنا يا ملاذنا غيبة صغرى وكبرى لك يا غائبنا هنا يا إمامنا بيتك وبيت عمك الأبي ها هنا لنا كافل لنا ولنا نعم المحامي والأمين مأمنا دنا لنفوسنا وتدلى من شغاف القلب فينا مسكنا لبيك يا مهدي يا صادق الوعد يا قائد الحشد لبيك يا مهدي شعارنا الدائم قائم من مهد للحد لبيك يا مهدي يا مهدي يا صادق الوعد يا قائد الحشد لبيك يا مهدي يا مهدي شعارنا الدائم قائم من المهد للحد لبيك يا مهدي صغيرنا يحكي ببراءة الدموع سيدي صغيرنا يبكي ببلاغة الخشوع سيدي كبيرنا يروي له عن بلد السمود السرمدي صغيرنا يحكي ببراءة الدموع سيدي صغيرنا يبكي ببلاغة الخشوع سيدي كبيرنا يروي
له عن بلد الصمود السرمدي كبيرنا يحكي، له عن موقف شعب أزلي أبدي. لبيك يا مهدي، ثورة نورها شمس لا تغيب للأبد. لبيك يا مهدي، صرخة تبقى على مر الزمان في بلد. لبيك يا مهدي، ثورة نورها شمس لا تغيب للأبد. لبيك يا مهدي، صرخة تبقى على مر الزمان في بلد. لبيك يا مهدي، بدم الشهيد أقسمنا ووقعنا العهد. لبيك 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 لبيك، بك أقسمنا بدماء الشهداء، بك أقسمنا يشهد رب السماء. بك أقسمنا بدماء الشهداء، بك أقسمنا يشهد رب السماء. لك ما دمنا سنظل الأوفياء وقرابين فداء. بك أقسمنا أن نكون عند حسن الظن يا إمام. بك أقسمنا أن يعيش الحر حرا لا يضام. مولانا هذا عهد للأبد. مولانا يعلو من أرض بلد. مولانا هذا عهد للأبد. مولانا يعلو من أرض بلد. سلام يا مهدي يا مهدي، سلام سلام يا مهدي، يا مهدي، يا أملا أسمى من حلمنا الوردي. سلام يا مهدي، يا مهدي، تحية تبقى نرقى بها إلى السعد. سلام يا مهدي، يا مهدي، يا أملا أسمى من حلمنا الوردي. سلام يا مهدي، تحية تبقى نرقى بها إلى المجد. سلام يا مهدي يا مهدي يا مهدي، سلام سلام يا مهدي. شكرا دولة رئيس الوزراء